البوليساريو تفقد ما يعادل 1000 جندي أو مرتزق في حربها ضد الجيش المغربي منذ إعلانها وقف العمل باتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى الكفاح المسلح. والمغرب لم يفقد ولو جنديا واحدا بسبب خطته الذكية واستعماله للطائرات المسيرة المتطورة والتي تكفلت بكل شيء، والتي قامت بعمل جبار في المنطقة العازلة من مراقبة وتحديد الأهداف والقصف. والجزائر تحاول إيجاد طريقة سريعة لإقناع المغرب بالعودة إلى طاولة الحوار والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بعدما لم ينجحوا في تحقيق أي انتصار على الميدان، بل على العكس تماما ارتكبوا خطأ فظيعا جعل الجيش المغربي يسيطر على المنطقة العازلة ويطرد منها ميليشيات البوليساريو بشكل نهائي، وبالتالي خسارة الأراضي التي كانت الجبل الانفصالي البوليساريو والجزائر يسمونها قبل 3 سنوات كذبا وبهتانا بالأراضي المحررة. بل الأكثر غرابة والشيء الذي يؤكد الفشل أو فشل البوليساريو والكبرانات هو عندما